مجموعة من الشباب بيكونوا في أجازة، بس فجأة بتتقلب أجازتهم لكابوس بعد ما الأتوبيس بيعمل حادثة وبينتهي بيهم الحال في منطقة بعيدة في الريف البرازيلي اللي جوه سر خطير. يا ترى إيه هو السر وإيه هيحصل للشباب؟ لو عاوزين تعرفوا الحكاية كملوا الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ودعمونا بكومنت وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بيبدأ الفيلم بتاعنا لما بيكون في مجموعة من الشباب راكبين أتوبيس، وكان في موتوسيكل قدام الأتوبيس مش راضي ياخد جنب على الطريق وماشي قدام الأتوبيس، فالسواق باسي اللي بيكون باين عليه إنه شخص متهور في سواقته كان متعصب جدا من صاحب الموتوسيكل وبيحاول يتخطاه علشان يسبقه بس ما بيعرفش، وبيكون ماشي في طريق على الجبل وقبله ملف، بس فجأة بيظهر قدامه أطفال فبيحاول يدوس فرامل علشان ما يخبطهمش، بس الأتوبيس بيدخل في التل وبيفضل متعلق، والشباب بيحاولوا يخرجوا من الشبابيك قبل ما الأتوبيس يقع، وفعلا كلهم بيخرجوا والاتوبيس بيقع من على التل وبيبقوا مش مصدقين انهم قدروا يطلعوا منه، وقعدوا يتعرفوا كلهم على بعض، وكان في جنسيات مختلفة منهم الامريكيين والاوروبيين وهولنديين، وكلهم كانوا جايين يقضوا الاجازة بتاعتهم في البرازيل، وناس منهم رايحين باليم وناس تانية رايحين فلوريدا. وباسي قال لهم هاخدكم قرية قريبة ولما نوصلها هنحاول نشوف طريقة نروح بيها ونلاقي اتوبيس يوصلنا، بس الشباب ما كانوش عارفين ياخدوا قرار، وخدوا شنطهم اللي وقعت من الاتوبيس واللي فيها حاجتهم وتأكدوا ان ما كانش في حد موجود في الاتوبيس. وكانت بي اللي بتكون امريكيه وجايه من البرازيل في رحله مع اخوها إليكس وصاحبتها ايمي بتصور طفل، بس اهله زعقوا لها، وإليكس اخوها اللي بيكون شخص عاقل ومسؤول عنها بياخدها بعيد عنهم وفهمها ان الكل مش متفتحين زيهم، وانضموا هم وصاحبتهم ايمي وليليام وفين وبرو اللي بيكونوا جايين من اوروبا علشان يقضوا الاجازه سوا، واتعرفوا عليهم، وبعدين شافوا بنات جايبين معاهم جوز هند وبيقولوا لهم ان في مكان في الاتجاه ده ورا الجبل وهيلاقوا فيه اكل وشرب، فالشباب قرروا يسيبوا الناس اللي معاهم وباسي ويروحوا يشوفوا المكان ومشيوا سوا. وإليكس قعد يتكلم مع برو وقالت له ايه جابك البرازيل؟ قال لها جاي مع اختي علشان مش بحب اسيبها تروح في مكان لوحدها، واهلي مش بيطمنوا لو سافرت هي وايمي لوحدهم، وانتي؟ برو قالت له لا بسافر كتير قوي، لفيت اوروبا ورحت استراليا بس اكتر مكان عجبني كان استراليا. قال لها ليه حبيبك من استراليا؟ فبرو ضحكت وقالت له ما عنديش حبيب. وبعدين وصلوا المكان اللي البنات قالوا لهم عليه ولقوا جزيره وفيها ناس تانية موجوده، فقلعوا كلهم ونزلوا البحر ولعبوا وعموا شويه وطلعوا راحوا البار واتعرفوا على صاحبه البار واللي اسمها كاميلا، وادتهم مشروبات ببلاش وقعدت تسالهم هم منين وايه جابهم هنا، وقالوا لها انهم جايين يقضوا اجازتهم بس الاتوبيس بتاعهم عمل حادثه فرحبت بيهم. والشباب اتعرفوا على بنت وولد بريطانيين وقالوا لهم انهم قاعدين هنا والبرازيليين كرماء قوي وبيعاملوهم كويس وفي على الجزيره كل حاجه هم عاوزينها، فبتقترح عليكم انتوا كمان تقعدوا معانا هنا وهنقضي وقت حلو كلنا سوا. فالشباب قرروا مع بعض يفضلوا في الجزيره وانه ملوش لازمه يرجعوا للاتوبيس تاني ولا للسواق. وبالليل في الجزيره عند كاميلا رنت على شخص وبيكون اسمه زامورا وهو دكتور القريه وبيعالج الاطفال، وكاميلا بتقول له عندي ليك خبر حلو، في شباب تانيين جم النهارده. قال لها كام؟ قالت له 6، فقال لها كويس وقفل معاها. وتاني يوم على الجزيره الشباب صحيوا ونزلوا البحر تاني، وجي شخص اسمه كيكو اتعرف على برو وقال لها انه بيتعلم الانجليزيه وبيدرسها وقعد يتعرف عليها، واللغه بتاعته ما كانتش كويسه، بس برو كانت بتحاول تفهم منه وقال لها انه بيدرس انجليزي ونفسه يسافر، واتعرف على بقيه الشباب اللي رحبوا بيه وهو كان بيحاول يتقرب منهم. في القريه عند زامورا دخل لشخص اوضته وقال له يجهز علشان ينجز المهمه الجديده. وبالليل على الجزيره كل الموجودين بيعملوا حفله وبيقعدوا يشربوا ويرقصوا، وكاميلا خدت ليام ترقص معاه. وفين اتعرف على بنت اسمها اوريليا وكانت بتحاول تلفت انتباهه وتقرب منه وقضى معاها الوقت، وقال لها تسافري معايا اوروبا؟ قالت له فاكرني وقعت في حبك بجد ولا ايه؟ ومسكت محفظته وخدت منه فلوس غصب عنه وخرجت. وإليكس كان قاعد مع برو شاف شخص غريب اسود بيبص لهم، وكان إليكس مش مطمن له، ولقى برو بتقول له الاغنيه دي حلوه، قال لها تحبي ترقصي؟ قالت له اكيد. وقاموا يرقصوا وبص على البنت والولد البريطانيين لقاهم مش بيتحركوا من مكانهم، بس زمايلهم بيفتكروهم سكرانين. وبرو كانت دايخه ومش قادره تقف، وفجاه الدنيا اسودت وما حستش بحاجه بعدها تاني. وتاني يوم على الجزيره الشباب كلهم كانوا مرميين على البحر، وإليكس صح بيه اخته وقال لها احنا اتسرقنا وخدوا شنطنا وتليفوناتنا والبطايق وجوازات السفر والفلوس وكل حاجه. فبي بتدور في ودنها ومش بتلاقي حلق امها وبتقعد تعيط وبتقول له امك هتعاقبني. قالت لي ما خدهوش بس انا اللي صممت اخده ودي اتسرق. فقال لها الحلق مش مشكله، دلوقتي اهم حاجه نلاقي طريقه نمشي بيها من هنا. فسمعت كلامه وقامت. في مكان تاني وتحديدا في الغابه كان في 4 اشخاص رابطين البنت والولد البريطانيين ورموهم على الارض وقعدوا يشربوا مخدرات، والولد فك البنت وخلاها تهرب، بس الرجاله شافوهم وقطعوا ايد الولد وقتلوه، والشخص التاني جري ورا البنت لحد ما وقعت من الجبل
الجبل وماتت. عند الشباب سابوا الجزيرة وراحوا مكان الأتوبيس بتاعهم، بس ما لقوش حد موجود خالص من المجموعة اللي كانت معاهم ولا حتى السواق، وراحوا يسألوا أهل القرية عليهم بس محدش دلهم، وحسوا إن في حاجة غريبة بتحصل. وإليكس شاف العجلة بتاعت شخص كان معاهم في الرحلة في القرية وسألوا عن صاحب العجلة بس ما ردش عليه. وبرو شافت الطاقية بتاعت إليكس مع طفل فجريوا وراه علشان يسألوه جابها منين، بس الأطفال قعدوا يجروا وضربوا اليام بالطوبة فاتغاظ منهم وفضل وراهم وضرب واحد فيهم بالطوبة في دماغه علشان يقف، وفعلا وقف واتعور واهل القريه اتلموا عليهم. والشباب حاولوا يهدوهم ويقول لهم انه ما كانش يقصد، بس هم مش فاهمين منهم حاجه وكانوا هيؤذوهم. بس فجاه ظهر كيكو وخدهم بعيد وقال لهم هساعدكم تمشوا من هنا، هنروح بيت عمي وهو بعيد عن هنا، بس الاول هنروح ناخد المفتاح من قريبتي. وراح خد المفتاح وراحوا معاه وقالوا له احنا مش عاوزين نروح مكان، احنا عاوزين عربيه او اتوبيس ونمشي من هنا. فقال لهم مفيش عربيات هنا ومش هيجي اتوبيس غير بعد يومين، ولازم تيجوا معايا والا اهل القريه هيتلموا عليكم. فقالوا له ليه مفيش بوليس هنا؟ قال لهم لا، فسكتوا وراحوا معاه وقعدوا يمشوا معاه في الغابه. واليام وفين فضلوا يتخانقوا انهم جم هنا، وكل واحد قعد يقول للتاني انت الغلطان علشان جبتنا هنا. ففين قالت انا السبب، كنت عاوزه مكان اشرب فيه واقعد مع بنات وما لقيتش غير البرازيل، بس ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل يعني. وإليكس قال لبرو ترجمي الكيكو قولي له نقف شويه نستريح وندخل اي حمام. فوقفوا. إليكس شاف طيور في السماء وكان قلقان وما كانش عارف ان الطيور دي بتاكل في جثه البنت البريطانيه اللي ماتت. في القريه عند الرجاله اللي قتلوا البنت كانوا قاعدين مع زامورا اللي طلع زعيمهم وبيكون دكتور، وسالهم فين المجموعه التانيه. قالوا له مع كيكو هيجيبهم ويجي. قال لهم اهم حاجه يجيبهم عايشين علشان لو ماتوا مش هيبقى ليهم لازمه. فواحد فيهم رد عليه رد ما عجبهوش فقام خلع عينه وقتله، وما حدش من القاعدين اتحرك ولا قدر يتكلم. في الغابه الشباب وصلوا عند الشلال وقعدوا يتحايلوا على كيكو ينزلوا الميه ويستريحوا شويه، فكان رافض وقال لهم لازم نكمل ماشي علشان نلحق نوصل. فقعدوا يقنعوه ينزلوا الميه وانهم مش هيتاخروا ولا حاجه وانهم محتاجين يرتاحوا من تعب الطريق ويجددوا طاقتهم. فكيكو وافق وقعد يحكي لهم ان تحت الشلال في كهوف متغطيه وطلبوا منه يشوفوها، وكلهم جهزوا نفسهم ما عدا ايمي وليام فضلوا فوق. وكيكو خد باقي الشباب ونزلوا الميه ودخلهم لكهف تحت الميه، وكان الكهف ضيق وما كانوش قادرين ياخدوا نفسهم لحد ما طلعوا من تحت الميه وشافوا جمال الكهف وكانوا مبهورين وقعدوا يعوموا. وكيكو بص لهم وقال لهم عمري ما كان ليا اصحاب خالص. فقالوا له بجد؟ فبص لهم وقال لهم ناس كتير جم هنا جزيرتنا بس ما حدش قضى وقت معايا زيكم، تعالوا نرجع للقريه وما نروحش لعمي. قالوا له ليه؟ فقال لهم لا مفيش خلاص ويلا نطلع علشان نلحق نوصل. وخدهم وخرجوا من الكهف وطلعوا من الميه ووقفوا على الشلال تاني علشان ينطوا، ونطوا فعلا بس كيكو اتخبط في صخره ودماغه اتفتحت قوي وكان الجرح عميق وما كانوش عارفين يعملوا ايه، وربطوا دماغه بتشيرت وخدوه قعدوا يمشوا في الغابه يدوروا على اي حد يساعدهم. ولقوا بيت ودخلوه قعدوا ينادوا على الناس اللي عايشين فيه بس ما لقوش حد، ففضلوا يدوروا على حاجه يعالجوا بيها كيكو ولقوا ادويه كتير وافتكروه انه مركز لعلاج الادمان، بس ما اهتموش ودبسوا له الجرح بالدباسه علشان ما لقوش اي ابره. وهو قعد يصرخ وحطوا له مسكن وسابهم ودخل الاوضه وكان حافظ المكان. والشباب قعدوا يكتشفوا البيت ولقوا فيه اكل وادويه كتير واوضه فيها اجهزه مراقبه للكاميرات الموجوده في المكان وفي كلاب، وفتحوا النور. وإليكس لقى جوازات سفر وسكينه صغيره فحطها في جيبه وكان قلقان وقال لهم بكره لازم نمشي حتى لو كيكو مات، ما ينفعش نقعد هنا وهنبقى ناخده معانا. وناموا كلهم ما عدا هو فضل صاحي قدام شاشه المراقبه. وفجاه شاف نور قوي على الشاشه وسمع اصوات عاليه والشباب كمان سمعوها وصحيوا من النوم ولقوا زامورا ورجالته معاه. وكيكو حاول يمنع زامورا ويقنعه يسيبهم بس ضربه، خلى رجالته يمسكوهم ويضربوهم وخدوهم وحبسوهم في الاقفاص وخدوا ايمي وفل الاوضه. وكان زامورا معاه ممرضه خدرت ايمي، وزامورا فتح لها بطنها وطلع الكلى وقعد يكلمها هي وفين، وبيقول لهم انتوا دايما يا امريكان بتسرقونا وانتوا عايشين في نعيم، بتشربوا وبتاكلوا وبتسافروا، كل ده من خيرنا اللي بتسرقوه مننا، وكمان بتاخدونا عبيد ليكوا نشتغل عندكم وبتبيعونا وبتاخدوا ستاتنا يخدموكوا وبتنتهكوا عرضهم، فلازم نسرق منكم اعضائكم ونديها للاطفال هنا في البرازيل علشان يقدروا يعيشوا بعد اللي انتوا بتعملوه فينا، وهاخد الكبد والكلى والقلب وحتى جلودكم البيضه وهوديه المستشفى. ففين كان بيتفرج وخايف. وايمي بعد ما خد اعضائها ماتت. بره في القفص إليكس قال لبي تطلع السكينه من جيبها وتقطع الحبل اللي في ايده، وبي نفذت اللي قال لها عليه وبعد كده فكلها الحبل وفك بقيه الشباب. جوه في اوضه العمليات زامورا اخد اعضاء ايمي علشان يحفظها، والممرضه كانت بتخدر فين علشان هو اللي عليه الدور. بره عند الشباب مساعد زامورا خرج علشان ياخد برو، بس برو ضربته وكيكو ساعدها وحبسوه في القفص وخدوا المسدس منه وراحوا علشان ينقذوا فين وايمي، وما كانوش عارفين ايه اللي حصل لهم وايه سبب وجودهم هنا. زامورا سمع صوت في الحديقه فخرج يشوف فيه ايه، لقى الحارس بتاعه محبوس في القفص وقال له ان الشباب هربوا فطلعوا وراحوا يلحقوهم. عند الشباب نطوا من
من الشباك ودخلوا ينقذوا اصحابهم، بس لقوا ايمي ماتت، وخدوا فين ولقوه متخدر، ومساعد زامورا شافهم في الكاميرات وطاردهم وقتل فين وهم بيهربوا، بس ليام اتعصب ورجع علشان ياخد حق فين، بس اتقتل هو كمان. عند بي اللي كان الحارس الثالث بيجري وراها، بس هربت للغابه واستخبت وكان خلاص هيشوفها، بس رجع للبيت علشان سمع صوت ضرب نار. إليكس وكيكو وبروس استخبوا من زامورا، والحارس لما كان هيشوفهم ضربوه بالسكينه في رجله وهربوا. بي كانت قاعده لوحدها عند الشلال وخايفه، وحست بحد جاي فضربته، وطلع إليكس وحضنها واطمن عليها، وسمعوا صوت زامورا ورجالته جايين، فكيكو خدهم ونزلوا الشلال ودخلوا الكهف، بس رجاله زامورا طردوهم وقتلوا كيكو. وإليكس وبي ضاعوا من بعض، وإليكس قاعد يدور عليها في الميه. عند بي في الميه الحارس كان بيطاردها وكان هيقتلها، بس قدرت تاخد منه السكينه وتقتله، وراحت لإليكس وطلعوه من الميه واستخبوا هم وبرو، بس زامورا شافهم وهاجمهم، بس إليكس قعد يضربه، والحارس التاني صوب البندقيه ناحيه إليكس، وزامورا قال له اقتلهم، بس قعدوا يقولوا له احنا ما عملناش معاك حاجه وحشه وما تقتلناش، فبص لهم وقتل زامورا وسابهم هم يمشوا وخرج. وإليكس وبي وبرو قعدوا يمشوا في الغابه لحد ما وصلوا القريه، واهلها ساعدوهم وعالجوهم. وتاني يوم وصلوا المطار، والطياره بتاعتهم وصلت وركبوا علشان يرجعوا بلدهم، وبي نامت على كتف أليكس وهي مطمنه ان اخيرا بقوا في امان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتدعمونا بكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومع السلامة.